السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكل سنة وانتم طيبين. النهاردة ان شاء الله هعمل معاكم وصفة سهلة خالص. هعمل معاكم الكوسة اللي هي الكوسة باللحمة المفرومة، محشية لحمة مفرومة بالبشاميل. تمام. نفس طريقة بالظبط اللي هي مكرونة بالبشاميل، بس عايزة اقول لكم الطعم بيبقى تحفة والله. يعني لو انت بتريشي الكوسة هتعمليها بالطريقة دي هتعجبك جدا، وخفيفة وحلوة جدا. ماشي، نخش بقى على الوصفة او نسمي الله كده ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. معايا بقى كوسة زي ما الكمية بقى اللي انت بتحبيها، يعني عايزة تعملي نص تعملي كيلو. انا كان حوالي كيلو كده كوسة. طبعا جبته. بغسله كويس جدا. هي كبيرة شوية، بس انت حاولي تجيبي الصغيرة، لان دي جوزي كان جايبها ايه كبيرة شوية. بس انت حاولي تجيبي الصغيرة، طبعا بسكينة مشرشرة كده. بكحت الكوسة كده كلها من الجنب على خفيف كده، هي القشرة بتاعتها بتطلع. تمام. بصي زي ما انتوا شايفين كده، حابه تقشريها تمام، بس الطريقه دي سريعه يعني وسهله. بصي النتيجه اولا بتدي شكل حلو، وغير كده هي يعني بتشيلك برضو القشر كله. زي ما انتوا شايفين كده، بصوا في ثواني، متاخدش وقت خالص. بصوا وبتدي شكل كده جمالي كده بالسكينه المشرشره. تمام كده، هاخدهم اغسلهم كده على الحوض من اللي هو القشر اللي طالع منهم ده. تمام. وبخرطها طرنشات كده زي ما انت شايفه. بميل كده. حابه بقى حابه تقسمي الكوسه على اتنين، عشان لو كبيره معاكي شويه ممكن تقسميها على اتنين. بس دي يعني متوسطه مش كبيره قوي يعني. اللي بلاقيها كبيره كنت بقسمها على اتنين. بصوا زي ما انتم شايفين كده دي شكل حلو قوي انك انت تعمليها على يعني ايه مواربه كده. بصي بقى دي اخر حته كانت كبيره، رحت جايه اقسمها على اتنين، وبرده ايه مقطعاها كده. تمام. اما تيجي تخرطيها. خرطيها تكون ايه يعني القطعه كده تكون متوسطه. لا تكون تخينه قوي ولا تكون اللي هي خفيفه قوي، عشان لو خفيفه قوي هتتهرى معاكي. ولما تكون تخينه قوي مش هتستوي حلو معاكي، فانت تعمليها متوسطه زي ما انت شايفه كده. تمام كده بقى كنت عملت الكوسه كلها. بصوا زي ما انتم شايفين كده، خرطتها وغسلتها. دلوقتي هجيب قطع الزبده مع شويه زيت صغيرين كده، معلقتين زيت كده، وهشوح الكوسه. احط عليها كوسه كده واسيبها كده على نار هاديه. تتشوح براحتها خالص. مكعب مرق معايا كده. خلي بالك ما تحطيش ميه، لان الكوسه بتنزل ميه. يعني ما حطيتلهاش ميه، وهتشوفي كميه الميه اللي طالعه منها برضو قد ايه. انا ما حطيتلهاش ميه خالص، انا وطيت عليها النار وسبتها كده مع نفسها تاخد وتدي مع نفسها كده. وكنت بقلبها من وقت للتاني. تمام. حطيت مكعب مرق وشويه فلفل اسمر وشويه ملح. طبعا خلي بالك الملح، عشان خاطر المكعب فيه ملح اصلا، فما تكتريش ملح. تمام. بديها تقليبه كده، بس ايه اللي تحت اجيبه فوق واللي فوق اجيبه تحت. بص الميه اللي نازله منها ولسه حطاها على النار. هتنزل كميه ميه حلوه، هي الميه دي هي اللي هتسويها. قلبتها تقليبه كده كويس، وسبتها ايه غطيت عليها وسبتها على النار. عامل بقى اللحمه المفرومه. معايا بصلتين كبار كده. فرمتهم في الكبه. لو انت حابه تقطعيهم تمام زي ما تحبي. انا فرمتهم كده في الكبه اسرع. حطيتهم كده تشويحه كده في شويه زيت صغيرين. وهحط عليهم اللحمه. ماشي، انا بحمرش البصل خالص بتاعت اللحمه المفرومه. انا بحطهم ساعات على بعض يعني. تحطيهم على بعض تقلبوهم في بعض كده، تشوحي البصل شويه تشويحه. في ناس بتشوح اللحمه تشويحه الاول، بعد كده بتحط عليها البصل. والعكس، وفي ناس بتحطهم على بعض. فالاتنين يعني في تلك الحالات يعني بتبقى نفس النتيجه. حطيت رشه فلفل، شويه فلفل اسمر كده وشويه ملح. وبقلبهم كويس جدا مع بعض لغايه ما ايه اللحمه تخش مع البصل كده. تمام. وادي الكوسه بتاعتي على العين التانية. من وقت التاني بقلبها ووطي عليها النار ومغطياها وسايباها ايه تستوي. بسويها حوالي يعني ايه 90% كده. تمام. عشان كده بتخش سوا تاني غير في الفرن حاجه بسيطه خالص. بصوا بقى الميه اللي نازله من الكوسه قد ايه. سويتها وفضل فيها ميه، بحطها في مصفى كده بعد ما اخلصها، بحيث ان ايه ان الميه دي كلها تنزل. عشان ما تبقاش موجوده معايا في الصينيه. تمام. البشاميل لو زي ما انتم شايفين ما بيبقاش لا خفيف ولا تقيل. دي جبنه موتزاريلا. دي هو ده ميكس جبن، يعني موتزاريلا على شيدر كده يعني. مشكل جبنه مشكله كده. دي طبعا للتزيين مع البشاميل. احط شويه بشاميل في قعر الصينيه.
وهفردهم كده كويس جدا. طبعا البشاميل سهل جدا، معلقتين دقيق او 3 حسب ما بتحبي، وحسب كميه الكوسه اللي عندك. طبعا دقيق بتحطي، يعني حطيتي معلقتين دقيق بتحطي عليهم معلقتين سمنه، يعني بتحمريهم تحمير بسيط كده في السمنه. وبعد كده بتحطي عليهم بقى كميه اللبن بتاعتها لغايه ما يدوك القوام اللي انت عايزاه. تمام. فردت كده شويه بشاميل. احط بقى فردت، هحط نص الكوسه كده اكنك بتعملي مكرونه بشاميل بالظبط. هحط نص الكوسه كده افردها في قعر الصينيه. لو انت وصلتي معايا هنا بقى متنسيش في اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. بس بقى بفردها كده كويس كده، بحاول اسويها واملى الفراغات اللي فيها. تمام. معايا اللحمه بقى بتاعتي بعد ما اتعصجت، بفردها كده فوق الجزء اللي انا حطيته في الصينيه. عايزه اقول لكم الوصفه دي بتبقى تحفه والله، يعني اللي ما بياكلش الكوسه لو عملها هتعجبه الوصفه ديت. وعايزه اقول لكم ان الكوسه مفيده جدا جدا، مفيده للقلب، مفيده يعني لاجزاء يعني في الجسم كده، كويسه جدا للجسم. بص الميه طالعه قد ايه. طبعا مش هحطها الميه دي خالص، انا بشيلها على جنب. حطيت كده الكوسه، وبحاول انا كده اظبط في الاماكن اللي هي ما فيهاش كوسه ان بظبطها واسويها واخليها، احاول اخليها متسويه قد ما تقدري يعني. بص كده الحته اللي فيها لحمه باينه بحط عليها كوسه، وبكمل بقى بقيه البشاميل اللي بحط على الوش كده زي ما انت شايفاه. افرد البشاميل على الوش. حاول كده افرد البشاميل على الوش. عايزه بقى تاكليها بعد ما تخلصيها، تاكليها بعيش، تاكليها برز، زي ما تحبي يعني. يعني سواء بعيش سواء برز بيبقى الاتنين حلو احلى من بعض. انا صراحه احنا اكلناها برز، كانت حلوه قوي. وبالعيش برضه هتبقى حلوه. تمام. بحاول اسوي البشاميل كده. اسوي البشاميل كده زي ما انتم شايفين. طبعا البشاميل بقى عليه مكعب مرق وعليه فلفل اسمر والملح بتاعه. تمام. بيبقى مكعب مرق الصراحه بيفرق قوي في البشاميل وفي الاكل عامه يعني. بسوي البشاميل كده من على الوش، وبمسح الحروف كمان اللي على الصينيه عشان خاطر ما تتحرقش مني. تمام. ده بقى الجبنه الميكس اللي احطه كده من على الوش. احط حاجات بسيطه، مش حابه تحطي كده جبنه موتزاريلا او كده يعني، ممكن تحطي معلقه سمنه وتدخليها الفرن. تمام. بحط كده حاجات بسيطه بوزعها على الوش زي ما انتم شايفين كده، وادخلها الفرن. ادخلها حوالي 5 دقايق كده من تحت. وبعد كده بولع الشوايه بتاخد اللون اللي شايفينه ده. بصوا عايزه اقول لكم تحفه 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 يا بنات. طعم وشكل وجميله بعيش بقى برز زي ما انت عايزه. زي ما انتم شايفين. بصوا الجمال بقى. لو انتوا وصلت بقى معايا لغايه هنا، يا ريت متنسينيش في اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.